ازيكم يا أصحاب؟ أنا النهاردة جاي أحكي لكم حكاية جميلة جدا عن الأرنب السريع والسلحفاة الطيبة. يلا نقول بسم الله ونبدأ. كان يا مكان في غابة مليانة شجر وزهور وفراشات، كان فيها أرنب اسمه روري. روري كان سريع جدا جدا، بيجري بسرعة البرق. وكان فيه كمان سلحفاة هادية وطيبة اسمها سالي. سالي كانت بتمشي ببطء قوي، لكن عمرها ما اشتكت. وفي يوم من الأيام الأرنب روري وقف قدام الحيوانات كلها وقال: أنا أسرع أرنب في الغابة، محدش يقدر يسبقني. السلحفاة سالي ضحكت وقالت: يا روري يا صديقي، السرعة مش كل حاجة، المهم نوصل في الآخر. روري اتعصب شوية وقال: طب تعالي نتسابق، لو كسبتك لازم تعترفي إني أسرع. وافقت السلحفاة وقالت: ماشي يا روري، هنجرب. وبدأ السباق. الأرنب جري بسرعة كبيرة جدا، والسلحفاة ماشية خطوة خطوة. روري بص ورا، ولما لقى السلحفاة لسه بعيدة قال: هرتاح شوية تحت الشجرة، هي مش هتلحقني. وفعلا نام الأرنب، لكن السلحفاة فضلت ماشية وما وقفتش أبدا لحد ما وصلت خط النهاية. كل الحيوانات سقفوا وقالوا: برافو يا سالي، انت كسبتي. لما صحي الأرنب وشاف السلحفاة كسبته، حس بالخجل وقال: آسف يا سالي، أنا اتعلمت إن الغرور وحش. سالي ابتسمت وقالت: مفيش مشكلة يا روري، المهم إننا أصحاب ونحترم بعض. ومن يومها بقوا الاتنين أصحاب جدا، وكل واحد يساعد التاني. وحكايتنا خلصت يا أصحابي. لو عجبتكم قولولي عشان أحكي لكم حكايات تانية كتير.